طيب يا اهلا بيكم. احنا معانا دلوقتي الشيف جورج هيعمل لنا حاجات جميله جدا من اصناف كتيره مره واحده من الاكل الاسيوي وبالذات كوريا، يعني الاكل الكوري. هو يقدم لكم دلوقتي الحاجات وهيعملها قدامكم. هنعمل النهارده مع بعض التبوك الكوري. هنحتاج رز مطحون، ده بيتباع في امازون من ايكو هيلثي. تمام. هنستخدم الكميه اللي احنا عايزينها، ان كان نص الكيس او الكيس بيكون عباره عن كيلو. هنزود ميه حبه حبه. لازم تكون العجينه ناشفه قوي وما تكونش طريه، عكس العجينه بتاعت الدقيق. تمام. هنبتدي نقلب شويه. تمام. نفضل نقلب اكتر بقت بالمنظر ده مثلا، مش طريه قوي ومش ناشفه قوي، لكن بتتفرول في ايدينا. نجيب المصفى ونفرد العجينه. عندك يا شيف؟ نفردها فردة صغيرة كده بالشكل ده ونحط هنا. مش مشكلة الشكل يعني. بس كده خدنا كل العجينة اهي. تمام. هنبتدي نملى دي مية. تمام. هنملاها مية. مش هنملاها كلها، هنملى اقل من ربعها، عايزينها بس تطلع بخار. وهنحط دي عليها من فوق وهنجيب غطا هنغطيها. تمام. تمام. احنا حطيناهم على النار، هنسيبهم 25 دقيقة لحد ما يستووا. تمام. البخار بيخش على العجينة عشان تبقى لزجة. رجعنا لكم بالعجينة اللي احنا قلنا هنعمل بيها التبوكي بعد ما اتبخرت خلاص وبقت لزجة، وده شكلها. بقت طرية لكن ماسكة في بعضها بلزاجة. هنبتدي نكون بنعجنها كويس قوي قوي قوي. بعد كده هنكورها اللي احنا بنكورها عليها. تمام. لازم يكون مكان نضيف. العجينة هي بعد ما نزلناها على الرخامة هنبتدي نكون بنعجن فيها بايدينا وبكل قوتنا. خدوا بالكم العجينة ناشفة قوي لكن في نفس الوقت لزجة، فتحتاج تاخد مجهود كبير قوي عشان خاطر تكون بتتعجن. تمام. هنفصل الفيديو دلوقتي ونرجع لكم بعد ما نكون قدرنا ان احنا نعجنها بشكل كويس لمدة على الاقل 5 أو 6 دقايق في بعض. دلوقتي بعد ما عجناها كويس بقى ده شكلها، بقت طرية جدا وبقت بتمط. تمام. هي كده بقت لزجة جدا ونقدر نشكلها صوابع. لما بنشكلها صوابع بنقعد نهرسها بأي حاجة عندنا. أنا بحطها تمام مثلا كده وبقعد أهرسها كده كويس قوي وبضغط عليها لحد ما تبقى معايا بالشكل دوت. بعد ما تبقى بالشكل دوت ببتدي استخدم السكينة واقطع على حسب انا عايز اقطعها ازاي، ان كان صغيرة او ان كان طويلة او ان كان بسبب بالشكل دوت. وبتستوي عامة في النار لمدة 10 دقايق مع الصوص بتاعها. تمام. دلوقتي بعد ما صبعنا الكمية بتاعتنا دي تقريبا تعمل كيلو، هنبتدي ان احنا نكون بنقص الاطراف بتاعتها. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين العجينة لزجة جدا. هنقص الاطراف ديت ونركنها على جنب عشان نبتدي نكورها من اول وجديد ونبتدي نقطع بالشكل اللي احنا محتاجينه. تمام. هنبتدي نكون بنحط البلانشة كده عليها عشان خاطر تكون بتسند. تمام. بعد كده نبتدي نمسك ونقطع السمك اللي انا قررت ان انا اقطع عليه واللي هو ده. تمام. نبتدي نقطع. تمام. بعد كده هنشيل الكمية دي. بعد كده هنكمل. زي ما انتوا شايفين العجينة لزجة قوي وبتتمط معايا وبتتشد. تاخد بالظبط من 9 ل 10 دقايق في التسوية مع الصوص. هنعمل أكلة كورية اسمها جاجاميون. جاجاميون دوت عبارة عن صوص كوري اسود
بيتجاب من هولا فود. ده برنامج على السوشيال ميديا، ممكن نجيبه. هيكون معانا بصل ومكرونة وخضار فريش، تمام، والكيس دوت. تمام، هنبتدي نقطع البصل، نقطعه بالطريقة الكورية، هيكون عبارة عن مربعات أو مكعبات. تمام، دي الطريقة اللي كل الكوريين بيستخدموها لما بيجوا يعملوا الصوص ده. بيتاكل بنفس الطريقة اللي بيتاكل بيها المكرونة بالصلصة، لكن هو صوص مختلف تماما وطعمه حلو جدا. تعتبر أكلة مشهورة في كوريا الجنوبية. تمام، بعد كده بقى عندنا البصل ده طبعا هنكرمله، بعد كده هنحطه مع الخضار والصوص، ونسيبه على النار لحد ما يتقل. افتح النار هنا. هنوريكم الطريقة. تمام، دلوقتي هنكمل الخطوة بتاعتنا بتاعت صوص الجاجاميون. عندنا زيت هنحمر فيه البصل، بنقلبه، بننزل فيه والزيت بارد عادي، مش لازم يسخن، لان احنا عايزين البصل يتشرب من الزيت، عشان بيبقى طعمه احلى لما يتشرب من الزيت. مش هنسيبه لحد ما يتحمر، لكن هيبقى يا دوبك خد الريحة. دلوقتي بعد ما البصلة بدأت ان هي تتحمر، زي ما قلنا احنا مش عايزينها تكون بتتحمر جامد قوي، لكن عايزينها تكون بتشرب زيت اكتر. تمام، هنسيبها حبة صغيرين مع التقليب دايما مستمر طول الوقت. نحط عليها حبة سكر. تمام، هنسيبهم يتكرملوا مع بعض شوية. لحد ما لونها يبتدي يكون بيتغير لأغمق درجة واحدة بس، واللي بيساعد انها تغمق كده هو السكر. تبتدي تكون خدت لون مختلف. نبتدي نكون بنضيف عليها ملح، ونكمل تقليب لمدة 30 ثانية مثلا. دلوقتي بدأت ريحتها تكون بتبان شوية، هنبتدي ننزل بالصوص دوت اسمه صوص الجاجاميون. نبتدي ننزل بيه معلقتين، بعد كده نقلبه كويس قوي وسطيها. معانا هنا مكرونة بتتسلق، هناخد من سلق المكرونة وننزل بمعلقة، نقلب كويس قوي قوي، نحط معلقة تاني ونص معلقة، يبقى كده التوتال معلقتين ونص. هنوطي النار عليها ما تستوي واحدة واحدة، والبصل يتشرب من الصوص ده. دلوقتي بقى عندنا الصوص اهو بعد ما اتعمل واستوى. تمام، وعندنا المكرونة. تمام، وعندنا العلبة ديت هنبتدي نحط فيها المكرونة والصوص عليها من الوش. تمام، ادي المكرونة اهي بعد ما اتصفت كويس، هنبتدي نحطها وهنبتدي ننزل بالصوص. حبة سمسم ونزينه مع الوش. وده كده وجبة كاملة اسمها جاجاميون. اسمها ايه يا شيف؟ جاجاميون. اسمها جاجاميون. جاجاميون. هنقفلها كويس. دلوقتي هنعمل مع بعض صوص الكواردو. صوص الكواردو ده صوص كوري اصفر، هتلاقوه على برنامج هولا فود. تمام، هيكون معانا بصل وبطاطس مسلوقة وجزر مسلوق، ولازم يكونوا منقوعين مع بعض في زيت في يوم لمدة يوم كامل. تمام،
هنبتدي نحمرهم مع بعض. هنحط البصل مع البطاطس مع كل حاجة عشان يتحمروا مع بعض. تمام، دلوقتي حطيناهم على النار عشان خاطر يتحمروا. نزود حبة صوص صغيرين اوي. هنبتدي نزود ملح عليها ونحط سكر ونكرملهم مع بعض. دلوقتي هننزل بصوص الكواردو على اللي احنا حمرناه مع بعض من الخضار. تمام، نبتدي ننزل عشان احنا هنبتدي نقلبه تقليبة كويسة في بعضه لحد ما لون كل حاجة تمتزج مع بعض. طبعا ما بقاش فيه زيت خالص، اتشرب كله والصوص بدأ يكون بينشف. ننزل بالمية ونسيبهم لحد ما لونهم يتغير ويبتدوا يصفروا جامد قوي ويمسكوا في بعض. هننزل عليهم ببضاية واحدة بس. تمام، الكمية اللي انا حاططها دي تكفي 3 اشخاص. حطيت 3 كوبايات مية و50 جرام من البودر مع بصلاية وجزراية وبطاطساية. تمام، هنقلبهم مع بعض كويس قوي ونسيبهم بقى لحد ما يستووا مع بعض. ودلوقتي بدأ القوام بتاعه يكون تقيل قوي ومختلف ازاي، وبدأ كمان لونه يتغير. دلوقتي بعد ما كل حاجة بقت موجودة قدامنا جاهزة، ده الكاري. تمام، وبيتاكل مع رز ابيض، ودي العلب اللي هنشيله فيها وهنزينه. تمام، هنبتدي نغرف الكاري هنا. بيكون اسمه كاري او كواردو. بعد كده هنغرف الرز بتاعنا هنا. ده رز ابيض بالطريقة الكورية. الكوريين بياكلوا الرز بالطريقة دي، بيكون شبه معجن شوية لكن هو بيتاكل كده عامة. نضيف عليه حبة سمسم من فوق للتزيين، ودي طريقة كورية برضو. هنحط عليه حبة ملح وهنغطيه كده. بقى عندنا وجبة كاملة من الكواردو مع الرز. دلوقتي هنعمل مع بعض ميكس البيمباب الكوري. معانا ورق نوري ده بتاع سوشي. تمام، وخضار فريش لكن مسلوق، بطاطس وجزر وبصل صاحي. وده اسمه كيمتشي. ده كيمتشي كوري. تمام، بيكون جاي ومعاه صوص كوتشوجان، ده بيكون صوص سبايسي برضو كوري. تمام، رز ابيض مسلوق بالطريقه الكوريه، وسوسيس او لانشون. تمام، هنبتدي نحط كل المكونات دي على بعض. وطبعا الاساسي بتاعه بضايه. تمام، يعني هنستعمل بضايه. اوكي، حطينا الطاسه على النار وحطينا معاها السمنه بلدي او زيت زي ما بتفضلوا اللي عندكم. تمام، هنسيبها لحد ما تسخن شويه. بعد كده هننزل بالخضار المسلوق بتاعنا. تمام، نديله تقليبه صغيره قوي. دلوقتي احنا قطعنا السوسيس الكوري، هنبتدي ننزل عليه. هنبتدي ننزل بمعلقه كيمتشي. تمام، كل ده يتحمر في بعضه. هنحط حبة ملح، رشة سمسم تكون كبيرة شوية، يفضل معلقة كبيرة من السمسم، ومعلقة صغيرة سكر. هنقلبهم كويس على النار. هننزل ببصل أخضر، هنقلب كويس قوي. نبدأ نقلب فيها لحد ما تتكرمل جامد. دلوقتي بدأ لونها يكون بيتغير تماما. أنا ضفت بابريكا عليها. نبتدي دلوقتي ننزل بالرز الأبيض المسلوق بالطريقة الكوري.
ما انتم شايفين بدأ اللون يكون بيتغير تماما، ريحته رهيبة. دلوقتي بقى جاهز، هنغرفه في علبة التقديم. هنحط عليه رشة سمسم من على الوش وبقى جاهز. دي اكتر اكلة مشهورة كورية اسمها بيمباب، المفروض انه بيتحط عليه بيض من فوق، اومليت او عيون. تمام، دلوقتي هنعمل مع بعض الكيمباب الكوري. تمام، معانا ورق كيمباب او ورق سوشي من نوري، معانا سوسيس او ممكن تستخدموا بديل ليه اللي هو اللانشون او السجق. تمام، معانا حبة بصل الاخضر فريش، ومعانا رز الخلطة. ده رز كوري بالطريقة الكورية بيتعمل منه البيمباب. ده مش كركم لكن دوت كاري وزعفران وتوابل كورية. تمام، مخلوط مع بصل اخضر وبصل فريش متحمر طبعا، وخضار مسلوق وبطاطس وجزر. تمام، ومعانا هنا كيمشي، دي بتستخدم كمقبلات كورية، تقدروا تعرفوا طريقتها في الفيديو اللي جاي. تمام، وطبعا اهم حاجة البيض. دلوقتي هنبتدي نعمله مع بعض. هناخد بايدينا كده. تمام، لازم طبعا تكونوا غاسلين ايديكم كويس قوي، لان الاكل دوت اهم حاجة فيه ان هو يكون دايما نظيف طول الوقت. تمام، هنبتدي نكون بنفرد الرز كده كويس قوي على معظم الاطراف. تمام، هنضيف البصل الاخضر. طبعا المفروض بتبقى كميات اكبر بكتير، لكن احنا بنعمل كمية قليلة كتجربة عشان تكونوا بتستمتعوا بالفيديو وبتشوفوا الطرق كويس. بنضيف السوسيس تمام بالطريقة دي، وبنضيف البيض على الطرف. تمام، وعلى طرف الورقة بنحط حبة رز صغيرين عشان نقفل بيها. تمام، هنبتدي نكون بنلف الورقة كويس قوي كده، نبتدي نكون بنلفها مع بعض. تمام، طبعا انا مستخدم ورقة ونص، فهنبتدي نحط على الطرف التاني رز برضو عشان تقفل معانا. هنقلب، نقعد نضغط فيها واحدة 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 واحدة، هنلفها. دلوقتي بقت جاهزة لفة كيمباب كاملة. نحطها في بوكس التزيين أو بوكس التقديم. تمام، نكون بنحطها برضو في البوكس. نشيل أي تكتلات أو أي رز موجود حوالين العلبة، وده ونبتدي نكون بنزينه بالسمسم. بالهنا والشفا. ودي كانت النتائج. بصوا دي وجبة تعالى اسمها لورا شويه يا جورج، بيمباب. انت تعالى شويه. تمام، دي وجبة اسمها بيمباب. دي عبارة عن رز وخضار كوري وصوصات كوري، وبيتحط عليها ورق نوري اللي هو بتاع السوشي، وبتبقى عليها كمان بيضاية، وبيترش عليها سمسم من فوق. ودي وجبة جواها بصل أخضر برضو، وده من الحاجات المحببة جدا في كوريا، ومعظم المصريين بتبقى عاجباهم الوجبة ديت ودايما بيحبوها، وطريقتها سهلة جدا. أنا عملتها لكم تقدروا تشوفوها. ايه تاني معانا؟ الوجبة الثانية عبارة عن كاري. امسك انا ده طيب. تمام، عبارة عن كاري ورز أبيض. دي برضو وجبة من الوجبات الآسيوية، بتتباع في كوريا وبتتباع كمان في الصين وفي الهند، لكن يعني في الهند غير اللي في كوريا. تمام،
الاتنين كاري، لكن ده مختلف تماما عن الكاري الهندي. بيتاكل مع رز ابيض وسمسم، برضو بيتحط جواه خضار ان كان بصل او جزر او بطاطس او ممكن 3 مع بعض. اه تمام. ايه دي تاني كده معانا؟ الوجبة الرابعة دي جاجاميونج. إيه؟ جاجاميونج دوت مش الاسم مش مشكله، مش هيتاكل الاسم، بس احنا هي لذيذه. هو ده مش صويا صوص، لكن ده بصل بصل متحمر وعليه آه. صوص اسود. ده بيبقى موجود في كوريا بس. مش الصوص موجود. الاسود مش عندنا في مصر يا مش جماعه. موجود في مصر غير يعني لما احنا بنطلبه، يعني مفيش حد بيبيع الحاجه دي هنا، يعني ممكن تلاقوا اي مكون تاني هنا لكن ده لا. وده بيتاكل مع مكرونه او نودلز او رز كمان. وممكن يتاكل معاه خضار، يعني فراخ او خضار تاني اكتر. يعني مش لازم بصل بس، ممكن برضو بطاطس جزر مسلوقين وكده. تمام. معانا ايه تاني؟ اخر حاجه لا مش اخر حاجه، يعني دي لفه الكيمباب. واو دي جميله جدا، زي السيسترول. زي السوشي بالظبط. تمام. ده شكلها، معلش انا مش عارف اوضحها. تعالي جورج جنبي، شيف جورج. ده شكلها جميله جدا جدا جدا، شكلها حلوه قوي. دي برضو مكوناتها نفس مكونات البيمباب، عباره عن رز وبيض وسمسم وخضار كوري وفجل كوري اصفر وورق النوري برضو هو بتاع السوشي. دي كلها اكلات اسيويه، اللي يحب الاكلات الاسيويه والكوري. على فكره شيف جورج بيعمل وجبات للبيع على صفحته، وانا هحط صفحته عندي على اليوتيوب وعندي على الصفحه بتاعتي، عشان اللي عايز يطلب حاجه برضو هو بيعمل طلبات ووجبات اسيويه للي يحب الاكل الاسيوي. تمام. دي ايه جورج؟ دي اخر حاجه، ده التبوكي. دي اشهر وجبه في كوريا عامه واو. وكل المصريين بيحبوها، لكل الناس اللي بتحب كوريا عامه. دي بتتعمل مع صوص. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، دي بتتعمل مع صوص اسمه صوص كوتشوجان حراق، ودوت كيمتشي. كيمتشي دوت برضو للي عارفه ده مقبلات كوريه، ده برضو من افضل انواع الاكل الكوري وبيبقى سبايسي جدا. ودي لما بتتسلق بتبقى سبايسي مع الصوص بتاعها، وبتبقى بجد برضو حلوه قوي. طيب احنا احط بقى الحاجات ديت، واحنا بنحيي معانا الشيف جورج، واي حد عايز ياكل اي حاجه اسيويه هيطلبها من الشيف جورج. حاجات جميله جدا، واحنا متشكرين جدا جدا ليه، وكان معانا ومبسوطين. واي طريقه من اللي هو وراها لكم هيعملها لكم، وهنعرف الطريقه بتاعتها. اشوفكم على كل خير، باي باي.